لو جمعت كل الشرايين اللي في جسمك وحطيتهم جنب بعض هيبقوا 95 ألف كيلو متر مربع. كل يوم بيشيلوا 7.5 لتر من الدم وبينقلوه بين جسمك من قلبك لأعضائك ومن أعضائك للرئة ومن الرئة لقلبك. كل الدم ده بيضغط على حوائط الشرايين اللي بيمشي فيها. الضغط ده اسمه ضغط الدم. كلنا بنسمع الضغط 120 على 80، بس ايه هي ال 120 وايه هي ال 80؟ 120 ده بيكون الضغط في دمك لما قلبك بينقبض، وال 80 لما قلبك بينبسط. سلام عليكم، اهلا بيك. لو انت جديد انا اسمي احمد فرج، وهنا في القناه بعمل فيديوهات تساعدك على تحسين صحتك النفسيه والجسديه وايوه تنميه بشريه بس بالعلم. النهارده هنتكلم عن ايه هو الضغط وايه هي انواعه وليه ممكن يجي لبعض الناس وما يجيش لبعض الناس، وايه هي اعراضه، وازاي ضغط دمك بيرتفع، وازاي ادويه الضغط بتشتغل عشان تقلل الضغط، وايه عواقب لو انت ما خدتش الادويه دي، ونصايح طبيعيه عشان توطي ضغطك او تساعد باباك ومامتك ان هم يوطوا ضغطهم. لو انت صبرك قليل او انا ممل فهتلاقي هنا وقت كل حاجه انا هتكلم عنها. ارتفاع مستمر في ضغط الدم عن 140 على 90. وركز معايا في كلمة مستمر. الإنسان الطبيعي في حياته بيحصل له حاجات بتخلي ضغطه يرتفع أو ضغطه ينخفض. أنت مثلا ممكن تكون متوتر أو متأخر على ميعاد، فبيفرز في جسمك هرمون الكورتيزون وهرمون الأدرينالين، دول بيخلوا الضغط بتاعك يرتفع بشكل طبيعي، ولكن لما بتهدى ضغطك بيرجع ينخفض. عشان كده تعريف مرض الضغط هو ارتفاع مستمر. عشان كده لما بنشخص مرض الضغط لازم يكون أكثر من قياس على فترات متابعة. بمناسبة التوتر وعدد مرات القياس، عاوز أحكي لك على متلازمة لطيفة جدا اسمها متلازمة البلطو الأبيض. المريض بيروح للدكتور في العياده، بيقيس الضغط بيلاقيه عالي، ولكن لما بيرجع البيت وبيقيسه بيلاقيه عادي. طب ايه اللي بيسبب ده؟ اول حاجه ان المريض بيتوتر، فبيفرز في جسمه هرمونات التوتر اللي بتخلي الشرايين تضيق وبتزود ضربات قلبه، فالضغط بيقل، ولكن دي حاله مؤقته. فهنا في عاملين عشان يتشخص المريض انه عنده ضغط. اول حاجه انه يتقاس له الضغط اكثر من مره وعلى فترات متابعه. اولي وثانوي. الاولي هو ان يكون عندك الضغط بس، او يكون عندك الضغط بدون اي مرض تاني مسببه، وهو ده اللي بيجي لاغلبيه الناس. ثانوي وهو ان ارتفاع الضغط بيكون سببه مرض تاني زي امراض الكلى والغده الكظريه والغده الدرقيه والعيوب الخلقيه في الشرايين، فلو الامراض دي اتعالجت بيرجع الضغط لمعدله الطبيعي. العمر. الرجاله تحت ال 64 اكثر عرضه من الرجاله اللي فوق 64 انهم يجي لهم ضغط. الستات العكس، الستات الاكثر من 65 اكثر عرضه من الستات اللي اقل من 65 انهم يجي لهم ضغط. العرق. ذوي الاصول الافريقيه عرضه اكثر من غيرهم انهم يجي لهم الضغط. زياده الوزن. كل ما وزنك بيزيد كل ما بتبقى عاوز دم اكتر عشان ينقل الغذاء والاكسجين لبقيه انسجه جسمك، وكل ما دمك بيكتر كل ما هيزيد الضغط على جدران الشرايين. التاريخ المرضي، يعني لو والدك او والدتك عندهم ضغط فانت اكثر عرضه من واحد تاني والده ووالدته ما عندوش الضغط انك يجي لك ضغط. السجاير بترفع الضغط بطريقتين، على المدى القصير وعلى المدى الطويل. على المدى القصير اول ما بتشرب السيجاره التبغ بيروح لمستقبلات معينه وبيؤدي لارتفاع ضغط دمك في الوقت ده. على المدى الطويل بيدمر بطانه الشرايين، وتدمير بطانه الشرايين بتؤدي لضيق الشريان، وضيق الشريان بيؤدي لارتفاع الضغط. واحد. خصائص الدم. لو الدم تخين فيحتاج قوة أكبر عشان يتزق خلال الشرايين. طيب إيه اللي بيخلي الدم يتخن؟ حاجة واحدة، الملح بيخلي الميه تفضل في جسمك فبيزود كميه الدم وبالتالي ضغط دمك هيزيد. لما تبقى متوتر جسمك بيفرز هرمون الادرينالين، والادرينالين ده بيروح لمستقبلاته على الشرايين وبيضيقها، بالتالي الضغط بيزيد. خطورة مرض الضغط إن ممكن ضغطك يبقى عالي لفترة كبيرة وما تحسش بأي أعراض، ولكن بعض الناس بيحسوا بصداع ومناخيرهم بتنزف ويبقى عندهم ضيق في التنفس، ولكن الأعراض دي بتظهر متأخر جدا. عشان كده لو والدك أو والدتك أكبر من 40 سنة تاخدهم كل 6 شهور للصيدلية وتقيس لهم الضغط. واحد. مدرات البول. زي ما قلنا ان كميه الدم الكتيره في جسمك بتزود من الضغط، فمدرات البول بتقلل من الميه والملح اللي في جسمك، وبالتالي كميه دمك بتقل وبالتالي ضغط دمك كمان بيقل. عشان كده لو انت مريض ضغط وبتخش الحمام كتير ما تقلقش، ده بس عرض جانبي من الدواء اللي انت بتاخده. دواء تاني اسمه بيتا بلوكر. بيتا بلوكر ده بيمنع الادرينالين انه يروح لمستقبلاته على الشرايين. جسمك عباره عن نواقل عصبيه وهرمونات ومستقبلات، فالهرمون بيمشي في دمك وما بيشتغلش الا لما بيرتبط بالمستقبل بتاعه، فالدواء ده بيروح يرتبط بالمستقبل عشان الادرينالين لما يجي ما يلاقيش حاجه يرتبط بيها وبالتالي ما يضيقلكش الشريان. طب ليه لازم تاخد الادويه ولازم تنتظم على الادويه؟ لان لو سبت ضغط دمك عالي لفتره كبيره بيحصل مضاعفات خطيره جدا: السكته الدماغيه، النوبه القلبيه، فشل القلب، ضعف الاوعيه الدمويه في الكلى واللي هيسبب بعد كده امراض كلى، زياده سمك الاوعيه الدمويه في عينك واللي بيؤدي لفقدان البصر، مشاكل في الذاكره والاستيعاب والخرف. نصايح عشان تظبط ضغطك من غير ادويه: قلل الصوديوم لاقل من 1500 مللي جرام. ايوه يعني اعمل ايه؟ الصوديوم هو الملح، اي نوع من انواع الملح، وال 1500 مللي جرام ده يعني عش معلقه شاي، يعني حجم الملح كله في يومك بيبقى حاجه بسيطه جدا، ولو شلته خالص يكون احسن، عشان زي ما قلنا ان الصوديوم بيجمع الميه وبيزود كميه الدم في جسمك
فبالتالي ضغطك بيزيد. زود بوتاسيوم. البوتاسيوم موجود في البطاطس، في البروكلي، في العدس، في الافوكادو، في البرتقال، في المكسرات، وفي الفراخ. وقف التدخين وقلل التوتر. قلل وزنك. كل كيلو هتقله بيقلل ضغط دمك درجه. يعني لو انت 140 على 90 ووزنك 100 كيلو، لو بقيت 99 ضغط دمك هيبقى 139 على 89، والدرجه دي مش بتخليك مريض بالضغط العالي. حاول تعمل تدريبات كل يوم، مش لازم تروح الجيم، ولكن حاول تتمشى على الاقل 30 دقيقه في اليوم. اللهم اشفي ابي وامي وكل مريض بالضغط العالي. ده كان كل اللي عندي النهارده. ابعت الفيديو ده لكل ابن عنده والد مريض بالضغط العالي، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.